كيف معقول نتصرف بهيدي القصة بلا ما حدا يعرف؟ أنا برأيي نخبره ويجي لعنا لهون. عم قل لك بلا ما حدا يعرف، بتقولي لي نخبره يجي لعنا لهون، والشناتير اللي قاعدين جوا شو بنعمل فيهم؟ ولك لا يا مجنونة، ما راح حدا فريد مع الطولانة على المخفر، قال بده يسأل عن هويته الضايعة. يعني ما بقى في غير هيدا البزاقة اللي قاعد جوات البيت وما عم يظهر؟ تمام. فرح، شو رأيك أنت؟ إذا منقله يجي لهون مو أضمن ما نروح نحن؟ بصراحة مو عرفانة أفكر بشي، كتير متوترة وخايفة، بس بظن مثل ما حكت ياسمين ما لازم ندله نحن وين عايشين. يخرب بيتك! أنا من رأي فرح لا تجيبوا لهون على المزرعة. يعني أنت قاعد عم تتجسس وتنصت علينا كمان. اتجسس واتنصت عليكم؟ إيه شو قلبت رأفت الهجان أنا؟ ايه خلص خليك عندك ولا تقرب على النص تبعولنا، سامع؟ ولا تسمعه كمان. ابقي خلي النص تبعي ما يسمع صوته للنص تبعنا ووقتها تكرمي. الو فريد، تعال شوف تعال شوف، خبر سيزان ورفقاتك والحارق والمخفر، قل لهم كلهم يجوا معك. قال شو بدني قرنونه شبل عنا على المزرعه. ولك اسكت يخرب بيتك على هاللسان. ايه مثل ما عم قلك ما عم زل عليك بحرف واحد. تعال انت وياهم بسرعه. لك ليش تاركيني هون انا مثل كلب الفرنجي بهالمزرعه؟ مو مشان احمي لك هالعنزات من شديد غادر؟